يعقد اليوم مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لبحث عدد من الملفات الخارجية والداخلية المهمة. يركز المجلس على تطورات الأوضاع في الجامعات المصرية في ضوء أعمال العنف والاشتباكات التي يقوم بها طلاب الإخوان خاصة في جامعة الأزهر، والجهود التي تبذل لإنهاء تلك الأعمال وإعادة الأمن والاستقرار إلى الجامعات. وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط 26 طالبا من مرتكبي أحداث العنف بجامعة الأزهر أمس. هذا وأكد موفد التلفزيون انتظام الدراسة اليوم بشكل كامل في جامعة الأزهر بعد أحداث الأمس، حيث تتمركز قوات الأمن خارج الحرم الجامعي وحول المبنى الإداري بالجامعة. وكانت قوات الأمن قد دخلت أمس الحرم الجامعي بناء على قرار من النيابة العامة وطلب من رئيس الجامعة لحفظ الأرواح والممتلكات بعد اقتحام طلاب الإخوان لمبنى إدارة الجامعة وإحداث تلفيات به. من جانبها قامت وزارة الإسكان بحصر التلفيات داخل الجامعة والتي بلغت 10 ملايين جنيه، وتتولى الوزارة إصلاح ما تم إتلافه. وقام رئيس جامعة الأزهر دكتور أسامة العبد بجولة في المبنى الإداري للاطمئنان على سير العمل. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جامعة الأزهر عبد الله بركات موفد التلفزيون المصري. عبد الله، ضعنا في تفاصيل الوضع لديك. بالفعل يعني اخر حاجه ان رئيس الجامعه دكتور اسامه العبد قام بجوله في المبنى الاداري للجامعه لتفقد احوال الموظفين ايضا ولحصر التلفيات الموجوده داخل المبنى الاداري، والتي تركزت في معظم الاحوال على نواب الجامعه وعدد من المكاتب التي بها الاجهزه الكمبيوتر الخاصه بداتا او بيانات الجامعه. يمكن اكد عدد من شهود العيان ان الطلاب الذين اقتحموا المبنى الاداري للجامعه قد اخذوا الهارد الخاص او الهاردات الخاصه باجهزه الكمبيوتر القديمه والتي عليها عدد من النماذج الخاصه بجامعه والمخاطبات الخاصه بجامعه الازهر، مما يدل على ان هذا الامر كان مرتبا له منذ البدايه، حتى ان الاجهزه الجديده تركوا الهاردات الخاصه بها ثم قاموا بالقائها امام المبنى الاداري للجامعه. اما الاجهزه الاخرى فقد اخذوا الداتا او البيانات الخاصه بها وخربوها، ليعتقد انها يعني تم تخريبها عن عمد، لكنهم اخذوا هذه الداتا الهاردات الخاصه بهذه الاجهزه. يمكن اعمال الترميم تجري على قدم وساق. يمكن تم الوعد انه خلال 3 ايام على الاكثر سيتم الانتهاء من اعمال الترميم في المبنى الاداري في الخارج والداخل. بالفعل الاعمال بناء على توجيهات وزير الاسكان المهندس ابراهيم محلب سيتم الانتهاء منها خلال 3 ايام لعوده الامور والعمل داخل هذا المبنى الذي تم تخريبه بالامس. بالنسبه للحاله الامنيه، بالفعل هناك تواجد امني مكثف من قبل قوات الامن المركزي في محيط المبنى الاداري وخارج اسوار الجامعه. وانتظام الدراسه عبد الله. بالفعل الدراسه منتظمه داخل الجامعه. يمكن يوم الخميس بيبقى يوم دراسه عادي جدا في جامعه الازهر، لان معظم المنتمين لهذه الجامعه هم من الاقاليم، وبالتالي الاعداد تكون اعداد قليله على عكس الايام الماضيه. كذلك هناك الابواب باستثناء بابين فقط، الابواب جامعه مغلقه الفرعيه لجامعه الازهر باستثناء بابين فقط هم الذين تم فتحهما للطلبه للدخول، هو الباب الموجود على المخيم الدائم والباب الاخر الموجود او الرئيسي الموجود على طريق النصر، مع تركيز ذاتي كامل لجميع الداخلين بالاطلاع على الهويه الخاصه بهم. شكرا جزيلا. بالامس على شكرا جزيلا عبد الله بركات موفد التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.